كبيرة لفريق الأنصار، واحد من أبرز لاعبينه اللي هو حازم الغور غايب، بالإضافة لفادي عياد ونزيه نحلة، ثلاث لاعبين غايبين عن خط الدفاع. عم يلعب فادي حلاق محل حازم الغور. فادي حلاق رح يكون ظهير أيسر، مركز جديد لإله إياه مدرب الفريق عدنان الشرقي، ورح يرجع منير حسين لمركز الظهير الأيمن. بوسط الأنصار رح يكون في جمال طه، سليم حمزة، ديفيد نكت وفادي علوش. بالهجوم عصام موسى وآدم الصديق. نادي الأنصار كان بلش بهالدورة، كان مثل عم نشوف نادي الأنصار حمل علم مصر وعم يتجه على المدرجات يلي معبية بشكل كامل. الجمهور بلش يجي على الملعب من حوالي الساعة 11 اليوم. إذا فريق الأنصار كان بلش الدورة بخسارة قدام الزمالك 2-1، رجع تعادل مع منتخب شباب سوريا بدون أهداف. بالنصف النهائي عمل نادي الأنصار إنجاز كثير كبير، ربح على المنتخب القطري 1-0 ووصل على النهائي. بالنسبة للإسماعيلي ربح على النجمة 1-0، تعادل مع المنتخب القطري 1-1، ربح على الزمالك بضربات الترجيح 5-4 بعد ما تعادلوا 2-2 بالوقتين الأصلي والإضافي، ووصل لوجه فريق الأنصار. بالنسبة لمباراة المركزين، الحكم عم يطلب من حارس المرمى انه ما يتحرك لقدام، هالشي ممنوع لانه بقانون ضربات الجزاء. جمال طه وسعفان الصغير بسد هالتسديده لجمال طه. النتيجه بتبقى 0-0. عم نرجع نشوف الطابه. جمال طه اللي كان سددها ضعيفه بين ايدين سعفان الصغير، وافونتاج للنادي المصري متوجه ليسدد نصر فتحي. هون المهمة لمحمد الشريف انه يحاول يعادل النتيجة. جمال طه يلي عم يبكي لاهدار ضربة الترجيح برضوع عصام قبيسي وفادي علوش. إطابة داخل المرمى للنادي الإسماعيلي. الإسماعيلي بيتقدم 1-0. ديفيد نكد. نرجع نشوف تسديدة. الإسماعيلي بيتقدم 1-0 على نادي الأنصار. ديفيد نكد عم يتحضر هو ليسدد ضربة هالجزاء. مفترض انه اللاعب يكون عنده اهدى اعصاب بالملعب. بالفعل الهدف الاول لنادي الانصار، نتيجة بتصير 1-1 مع افونتاج شوطة رايح ليسددها ايهاب جلال. بكل هدوء اعصاب ديفيد بحطها الطابة بالزاوية البعيدة، خدع تماما سعفان الصغير. محمد الشريف بمواجهة ايهاب جلال. نتيجة تعادل 1-1. التسديدة افونتاج للنادي الاسماعيلي. والهدف الثاني للنادي الاسماعيلي 2-1 لصالح الاسماعيلي. بلال زغلول. نرجع نشوف الهدف المصري 2-1 لصالح بلال زغلول. بلال زغلول هو راح ينفذ ضربة الترجيح الثالثة لنادي الأنصار. وداخل المرمى كان على وشك سعفان الصغير انه يصدها الطابة، بس الطابة من قوتها ارتدت داخل المرمى والنتيجة بتصير 2-2. نرجع نشوف تسديدة كتير قوية كانت من بلال زغلول. ومجدي الصياد واحد من اخطر لاعبين نادي الاسماعيلي بيتوجه هو ليسدد هالضربة. مجدي الصياد ومحمد الشريف.
طابة داخل المرمى، محمد الشريف على وشك كان انه يصدها. الاسماعيلي بيرجع بيتقدم 3-2. طابة كتير قريب كان منها محمد الشريف مثل ما عم تشوفوا بالاعادة. فادي علوش فادي علوش اللي هو يعتبر الاختصاصي بنادي الانصار لتنفيذ ضربات الجزاء. اكيد كل العالم بالملعب وورا شاشات التلفزيون على اعصابها. والهدف لصالح نادي الانصار. النتيجه بترجع تعادل. كمان كان سعفان الصغير قريب كثير انه يصيد هالطابه. طابه مرقت بين ايديه. كثير صعب ينوصف الجو بالملعب بهالوقت. وليد السيد عم بيروح هو ليسدد ضربة هالجزاء الرابعة على النادي الإسماعيلي. وليد السيد اللي ما كان موفق كثير بمباراة اليوم. أتمنى إنه هالشيء يتكمل هلا. علي سلامي وليد السيد ومحمد الشريف. فرصة محمد الشريف انه يعادل نتيجة هالمباراة. داخل المرمى مباشرة بنص المرمى. بيرجع النادي الاسماعيلي بيتقدم 4-3. نرجع نشوف التسديدة مرة ثانية بنص المرمى. تسديدة كثير حلوة من وليد السيد. عصام قبيسي كابتن فريق الانصار واللاعب الابرز بمباراة اليوم. بحالة تسديدة فاتت الاسماعيلي راح يشوط. اذا سجل بيربح، اذا صد الشريف بيرجع بنروح على ضربات اضافية. عصام قبيسي وداخل المرمى بكل هدوء من عصام قبيسي. بكل هدوء عصام قبيسي بيسجل على يسار سعفان الصغير. ومهمة كتير كبيرة هلا عم نرجع نشوف الطابة. مهمة كتير كبيرة على ظهر محمد الشريف واكيد على ظهر نصر فتحي لاعب النادي او على ظهر رضا سيكا. ومحمد الشريف يصد ضربة الجزاء والنتيجة بتصير تعادل بين الفريقين. الملعب بينفجر مع انه المباراة بعد ما انتهت، بس نادي الانصار رجع امله انه يرجع يقدر يربح هاللقب. المدرجات بالفعل عم تنفجر بالملعب. اكيد اللي عم يشوف هالمشاهد عم يتخيل ان نادي الانصار ربح الكاس، بس محمد الشريف رجع نادي الانصار على المباراة. فرحة كبيرة على المدرجات. عم نرجع نشوف هالانجاز الكبير من حارس مرمى نادي الانصار محمد الشريف. وبنرجع عن جديد. رئيس نادي الانصار سليم دياب اكيد ومدير عام الشباب والرياضه الكل على اعصابهم بالانتظار. منير حسين ضربه بضربه للفريقين. منير حسين مواجهه سعفان الصغير وبخارج المرمى. منير حسين مضيع ضربة الترجيح وسعفان بيقول انه هو صدها.
ما بتصور انه سعفان الصغير لمس الطابة. نرجع نشوف طابة خارج المرمى مرة جديدة. مشكلة قدام محمد الشريف انه يرجع نادي الانصار على هالمباراة. سعفان الصغير هو اللي راح يشوط هالضربة الترجيح. والهيئة بنص المدرج واحد من الجمهور ما قدر يتحمل شد الأعصاب. سعفان الصغير بيتحضر هو ليسدد ضربة هالترجيح، وهو كمان بتنصاد نادي الأنصار مرة جديدة. بيرجع على جو هالمباراة كمان مرة. المدرجات بتنفجر باستاد جمال عبد الناصر. علي فقيه ومحمد الشريف بفرحة كبيرة، وعن جديد ضربة بضربة. بتصور انه نادي الانصار صار لازم يعرف انه الحظ بجانبه مباراة اليوم. فرصتين بيضيعوا على النادي الاسماعيلي انه ياخذ هو كاس هالدورة. سليم حمزة عم نرجع نشوف الطابة اللي صابت القائم. سليم حمزة بمواجهة سعفان الصغير. هالمرة هدف لنادي الأنصار، وفرصة كبيرة لمحمد الشريف انه ينزل الكاس على خزانة بطل لبنان. فرحة كبيرة لسليم حمزة، فرحة كبيرة على المدرجات، وفرحة نتأمل انه تتكمل هلا مع محمد الشريف. محمد الشريف يلي عم يتشجع من قبل جمهوره. احمد الصغير وبيعادل للنادي الاسماعيلي. فريقين بيرجعوا من نقطة الصفر مع الثامن ضربة ترجيح. شيء يمكن عم يذكرنا بكاس لبنان بلقاء البرج والهومنن اللي صار فيه 14 ضربة ترجيح. ثامن ضربة ترجيح مباراة اليوم، والصديق عم بيروح هو لينفذ ضربة الترجيح التاسعة لنادي الأنصار. آدم الصديق بيسجل هدف الأنصار وبيحط فريقه بفرصة كمان جديدة انه ياخذ كاس هالبطولة. لنشوف محمد الشريف شو راح يعمل بمواجهة أبو بكر كاميرا، اللاعب الأبرز يمكن إذا ما كان اللاعب الأفضل بشكل كامل بالدورة. أبو بكر كاميرا عم نرجع نشوف الصديق كيف حط ضربة هالترجيح. من ناحيتي ما بذكر بعد ولا مرة شفت الأنصار عم يخسر بضربات الترجيح بكل مبارياته. أبو بكر كاميرا وبكل العالم اللاعبين النجوم دائما بيضيعوا ضربات الترجيح بالوقت الحاسم، وهالشي بيصير. ونادي الأنصار بطل دورة الإبقاع العربية. فرحة كبيرة للجمهور على المدرجات، للجمهور اللبناني. إنجاز رهيب لبطل لبنان بفوزه على النادي الإسماعيلي. أكيد مشاهد ما بحاجة أبدا لأي تعليق. الجمهور ما مصدق على المدرجات إنه الحلم يلي راوده من بداية هالدورة تتحول لحقيقة. نادي الأنصار مع تهنئة كبيرة على منصة رئيس النادي سليم دياب. كاس تاريخي بفوت على الخزائن اللبنانية، ودخول كتير قوي للبنان على المحافل العربية. بنهني كل الجمهور اللبناني بهالفوز وخاصة جمهور نادي الأنصار. رح نترككم مع مشاهد كتير حلوة من استاد جمال عبد الناصر الرياضي.